حالة من الغضب والهجوم الشديد من رواد السوشيال ميديا اتعرض لها الفنان القدير أحمد عبد العزيز، وده بعد ما تم تداول مقطع فيديو بيوضح انفعال الفنان على واحد من المعجبين. مش بس كده، واحد من المعجبين ده شخص من ذوي الإعاقة. بس يا ترى ايه هي الحكاية وايه سبب انفعال الفنان أحمد عبد العزيز بالشكل ده؟ خليني اقول لكم. من كام يوم رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ الفنانة القديرة شيرين سيف النصر عن عمر 58 سنة بعد ما حصل لها هبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في وفاتها على الفور. بعد يومين من الوفاة قررت أسرة الفنانة شيرين سيف النصر إنها تعمل العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، على الرغم إن الفنانة الراحلة كانت موصية إنها تدفن في هدوء من غير أي مراسم ولا حتى عزاء، وده وفقا للي صرح بيه شقيقها شريف سيف النصر من خلال بوست نشره على حسابه فيسبوك، وقال فيه: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر. تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة. تقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان أحمد عبد العزيز بحكم صداقته القوية بالفنانة شيرين سيف النصر على الناحية الإنسانية، بخلاف إنهم كانوا ثنائي مميز جدا في الوسط الفني سوا، وده ظهر خلال اشتراكهم في بطولة المسلسل الشهير من الذي لا يحب فاطمة سنة 96. كان أول الحضور في العزاء، ومن الطبيعي إنه كان في صحفيين بيغطوا العزاء بجانب عدد كبير من المعجبين، ومن هنا حصلت المشكلة. الفنان أحمد عبد العزيز أثناء دخوله العزاء قابلوا بعض المعجبين، وواحد حط إيده على كتف الفنان عشان ينفعل أحمد عبد العزيز عليه بشدة ويقول له: شيل إيدك يلا. الحقيقة إن الشاب ده ما زعلش وما ظهرش عليه أي ملامح من الحزن، بل فضل مستمر وماشي ورا الفنان على أمل إنه ياخد معاه صورة سيلفي. والحقيقة إن تصرف الشاب أثار اندهاش رواد السوشيال ميديا، لأنه من الطبيعي إنه كان خد بعضه ومشي على الأقل، لكن بعد كده اكتشفنا إن الشاب ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هنا زاد الهجوم والغضب من رواد السوشيال ميديا على الفنان أحمد عبد العزيز. الحقيقة إن بعد ما الفيديو انتشر خرج الفنان أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية عشان يعتذر عن الواقعة دي بشكل عام، وأكد إنه ما كانش يعرف بأي شكل من الأشكال إن الشاب ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن اللي حصل لحظة انفعال عفوية بسبب الموقف مش أكتر. كمان أكد الفنان أحمد عبد العزيز إن السبب في الأزمة دي وشبهها من الأزمات المماثلة هم همج السوشيال ميديا على حد تعبيره، اللي مش بيهمهم أي شيء غير الترند واللقطة، من غير ما يعملوا أي اعتبار أو حساب لقدسية الموت أو حرمة الميت. يعني إحنا في عزاء المفروض نهتم بتغطية العزاء، مش نهتم إننا نحرج الفنان اللي جاي يعزي. ده لا كلام ولا دين ولا عرف ولا تقاليد تقبله. والسؤال هنا: يا ترى التصرف والانفعال اللي شفناه كلنا من الفنان أحمد عبد العزيز ضد شاب ذوي الاحتياجات الخاصة منطقي ومبرر، ولا نرجسية وغرور زيادة من الفنان القدير؟ شاركونا الرأي في التعليقات.